مش معقولة بقى أضيف النسكافيه على اللبن والنتيجة تطلع كده في الآخر، بجد النتيجة في الآخر روعة. في الأول بقى زي ما انتم شايفين معانا كوبايتين من اللبن، هنضيف عليهم معلقتين كبار من النسكافيه وهنقلبهم كويس مع بعض، وهنجيب كوباية من المية وهنضيف عليها الكوبايتين اللبن اللي احنا ضايفين عليهم النسكافيه، وكمان 4 معالق كبار من الدقيق و5 معالق كبار من السكر. هنقلبهم بقى كويس مع بعض، وهنرفع الحلة دي على نار هادية جدا لحد بقى ما الكريمة دي تتقل معانا والقوام يكون كريمي. هنا اختياري ان احنا نضيف قطعة كده من الزبدة ونبدأ ان احنا نخلطهم كويس مع بعض. بالنسبة بقى للكوبايات اللي احنا هنستخدمها، ضفت فيها كده كام قطعة يعني من البسكوت، ودي طبعا خطوة اختياري تقدري انك تستغني عنها خالص. وبعد كده ضفت الكريمة، هناخدها كده زي ما هي الكريمة نسيبها تبرد معانا شوية، وبعد كده هندخلها التلاجة حوالي 10 دقايق. في الوقت ده قلت اجهز كده رغوة كابتشينو سريعة، فجبت معلقتين كبار من السكر، ضفت عليها معلقة كبيرة من النسكافيه اللي هو قهوة سريعة الذوبان، وكمان 3 معالق كبار من المية. طبعا تقدري تقلبيهم بمضرب يدوي او بمضرب النسكافيه. وبعد بقى ما عملنا الرغوة الحلوة دي هناخدها ونبدأ نوزعها على الكريمة، وتقدري تقدمي بقى الحلوة دي بالشكل ده، او ان انت تزينيها بصوص كراميل زي ما انا عملت. مش قادرة اقول لكم بقى على الطعامة وعلى الحلاوة، حلوة جدا، جربوها. ولو عجبتكم الفكرة يا ريت ما تبخلوش على الفيديو بلايك.